أثناء جنازة الفنان مصطفى درويش اليوم، ظهر أثناء الجنازة مجموعة من الصحفيين اللي كانوا بيغطوا تفاصيل الجنازة، وكان منهم بنتين ظهروا وهم بيضحكوا. وتناقل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا الصورة وظهر عليهم الاستياء. حتى الفنانة ياسمين عبد العزيز نشرت الصورة على حسابها على الفيسبوك وقالت عيب قوي اللي بيحصل ده. لكن بعد شوية نشر الصحفي خالد فرج على صفحته الرسمية وقال الحقيقة الكاملة بمناسبة صورة البنتين اللي بيضحكوا في الجنازة. تواصلت مع إحدى البنات اللي ظهروا في الصورة وكانت بتضحك هي وزميلة شغالة في مؤسسة صحفية. بداية كلامي معاها كانت منهارة تماماً ومش قادرة تتكلم بسبب كل الكلام اللي اتقال عليها من الفنانين اللي روجوا للصورة دون معرفة تفاصيل الصورة إيه وإيه سبب ضحكهم. سألتها عن تفاصيل الصورة وإيه الموقف اللي حصل وقت الصورة، ودي شهادة لله. قالت لي إن هي كانت ماسكة موبايلين وبتصور، والبلوزة اترفعت وإيديها ظهرت أثناء وهي بتصور. شاورت لصاحبتها اللي كانت واقفة جنبها ترفع البلوزة نظراً لأن هي كانت ماسكة موبايلين علشان مفيش جزء من جسمها يبان. صاحبتها ابتسمت ليها وقالت لها ده وقته يعني. فالزميلة ردت بابتسامة وقالت لها يعني إيدي تبان أو جزء من جسمي؟ وضحكوا هما الاتنين في موقف عادي ممكن أي اتنين يمروا بيه. طب هنرجع ونسأل، هل البنات كانت بتضحك على الشخص اللي منهار قدامهم ومش حاسين بالموقف؟ الإجابة لأ، لكن لسوء الحظ إن هما ظهروا وتصوروا. ده كل اللي حصل وده كلام الزميلة. أنا مش بلوم حد انتقدهم، لأن حتى أنا انتقدتهم أول ما شفت الصورة، ولكن أكيد بيكون في تفاصيل وراء الصورة وأكيد لازم تتوضح. كفاية كلام عن البنات لأن حرام اللي بيتقال عليهم. وعايزة أقول لكم كمان إني كلمت زميل ليها وقال لي إن هي انفصلت من الشغل بعد الصورة دي. الحقيقة قدامكم، وارجعوا للفيديوهات الأول وبعد كده احكموا عليهم. وناس كتير ردت في التعليقات وقالت مهما كان السبب ما كانش ينفع الضحك خالص، تحط نفسها مكان أهل المتوفي. لو هي في الموقف ده وحد ضحك واستهان بالموقف كان هيبقى إيه شعورها ساعتها؟ والدنيا دوارة وكلنا رايحين، وفي يوم من الأيام نفس الموقف هيحصل لها.